أعد سؤالك. الأيام كثير من الناس يخرج في هذه الأيام في رحلات برية. طيب. ولا يقصد مكان بذاته، لكن يجد نفسه قطع مسافة سفر ويترخص برخص السفر. هل له أن يترخص أم لابد في الترخص أن يقصد مسافة يقصد السفر بذاته يعني؟ طيب، سؤال آخر. أحسن الله عليك. ويديك، شكرا لأبي عبد الملك من تبوك. سؤال واضح مع الشيخ. قصر الصلاة مشروع عند سفر الإنسان لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا فرق بين أن يكون الإنسان ناويا للسفر أو يكون غير ناوي له، ما دام قد قطع مسافة السفر. فمن قطع مسافة السفر جاز له أن يقصر الصلاة لظاهر هذه الآية. وهكذا من ظهر للبرية من أجل التنزه أو من أجل الاصطياد فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام قد قطع مسافة القصر. أحسن عليكم مع الشيخ، حتى لو عاد في نفس اليوم، لأن هناك من يفرق في ذلك. نعم، الذي يظهر أنه ولو عاد في نفس اليوم، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يفرق في الضرب بالأرض أن يكون الإنسان قاطعا للمسافة في يوم أو أكثر من يوم أو أقل، ما دام قد قطع مسافة السفر وضرب في الأرض جاز له أن يقصر الصلاة على مقتضى هذه الآية التي لم يشترط فيها أن يكون السفر لمدة أطول من مدة اليوم. بارك الله.